السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل الكماج الحلو بتاعنا النهاردة، وفي كمان ناس بتقول عليه البكاكين. انا كده عملت الكماج وطلعته يا حبايب قلبي. شوفوا ما شاء الله، كلهم ما شاء الله طالعين قابين، مفيش فيها حاجة طلعت كده ايه عاملة خالص. انا معايا كده 6 كيلو دقيق، وجبت خميرة، وجبت السمسم بتاعنا، وجبت رشة ملح ورشة سكر، وحطيت كيس فانيليا، وكمان كيس بودر. ولفيت كلهم كده في قلب الدقيق. ومعايا كده يا حبايب قلبي قيمة كده 3 كيلو ونص لبن. وانا مسخناهم، وكان عندي كده علبة فيها قشطة، باخدها يعني من وش اللبن علشان اللبن بيبقى سمين، وانا بشيل الوش بتاعه عشان الاولاد بيشربوا اللبن ده. حطيتهم على الدقيق واللبن، كمان قلبت يعني القشطة في قلب اللبن وكده، وحطيتهم على الدقيق زي ما باخد معايا وبقلب فيهم. شوفوا انا مخليه الحتة دي بطيئة عشان بقلبها كويس كده. وحطيت السمسم، وكمان انا كان معايا شوية سمسم حلوين، هاخد شوية كمان واحطهم على الدقيق يا حبايب قلبي، علشان يبقى العجينة كلها فيها سمسم وشكلها حلو كده، وهي الواحد بياكلها بيبقى طعمها حلو. ومعايا كده نص كيلو سمنة، حطيت عليهم كده قيمة كوباية زيت. بس انا السمنة مش هاخدها كلها، النور كان قطع عندي دلوقتي. انا هكمل بقى العجين بتاعنا وهسيبه بقى اما يخمر واوريهولكم. شوفوا يا حبايبي، دي بعد ما انا خلصت عجين، كان ساعتها بقى النور جه تاني. بوريها لكم كده علشان يعني اعملها كرة صغيرة بوروكي، يعني ما بتفتحش مني من الجناب. هسيبها بقى اما يخمر، اجيب فوطة كمان واحطها عليها، وهسيبها بقى اما يخمر واوريها لكم يا حبايب قلبي. هو دلوقتي كده خمر. شوفوا ما شاء الله، عشان انا كنت حاطه عليها كمان الكيس والفوطه، وشه عرق يعني من فوق عشان كان دفو كده. انا هقطعها كده قطع صغيره واوريها لكم يا حبايب قلبي، علشان هي على قد القرصه يعني. انتي عاوزه تكبريها براحتك، عاوزه تصغرها براحتك، انت هي حريه شخصيه تيجي ترجع ليكي انتي. حبايب قلبي، اللي مشتركش في قناتي يوميات ام ايمان ممكن يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد فضلا ليس امرا. شوفوا انا بقى عملت كام واحده كده قدامكم اهي يا حبايبي. ما شاء الله. شوفوا انا هخلصها كلهم بقى وارجع ابططهم كده واحده واحده، وعشان اعملهم في المكنه. شوفوا انا بعملها حته صغيره، ولازم نطولها مش نعرضها يا حبايب قلبي، عشان وهي نازله من المكنه. انا كانت المكنه بتاعتي كان عمار ابني لعب لي فيها، مكبرها لي يعني وكده. اهي شفتوا، كبرها لي، وانا اشتغلت على اساس ان هي واسعه وكده. شوفوا القرصه طلعت كبيره. انا بقى هضيق المكنه بتاعتنا، اعملها زي ما انا بعملها على 2 كل مره. عمار قاعد جنبي مش مريح، وإيمان كمان قاعدة جنبي بهدل لي الدنيا. انا بكمل كده بطل القرصة. شوفوا قاعد عاوز ياخد ايد المكنة. انا كده عملت المكنة زي ما انا بعملها على 2. شوفوا ما شاء الله القرصة طالعة جميلة ازاي. انا عاوزاها نفس الحجم ده. هكمل بقى كل القرص بتاعتنا. شوفوا انا بعد ما خلصت القرص كده هسيبها بقى اما تخمر، وهطلع فوق بقى في الشقة الفوقانية نسويهم. انا طلعت دلوقتي يا حبايب قلبي، وحطيت كده الصينيه تسخن. لازم نحط الصينيه تسخن الاول علشان اما نيجي نحط القرص فيها عشان تقب، مش تلزق في قلب الصينيه. يعني الصينيه بارده القرص هتلزق فيها ومش هتقب. هي دلوقتي كده سخنه معايا، وحطيت عليها القرص. ما شاء الله شفتوا القرص دلوقتي بتقب اول ما سخنت الصينيه بتاعتنا. انا بدورها كده حوالين النار علشان القرصه كلها تقب كده، وبقى شكلها حلو، عشان تاخد الصدمه بتاعه النار كده. انا هدورها بايديا. ما شاء الله يا حبايب قلبي. انا مهديه اصلا النار من فوق علشان القرصه ما تتحرقش مننا يعني. انا معليه من تحت عشان العرصه تخينه، والصينيه كمان سميكه شويه. امال من فوق انا مش معليه جامد يعني. انا بتحكم في قلب بالنار بتاعته وكده. انا بلف كل شويه الصينيه بتتحمر ما شاء الله.
واوريها لكم كده دلوقتي تاني وهي برضو في الفرن وهو متحمر. تمام كده، شوفوا اهي انا بدورها، شفتوا اللي بتيجي ناحية النار بتتحمر، انا بدورها بقى علشان احط اللي متحمرش وكده، عشان يبقى كل الصينية بتاعتنا اتحمر. ما شاء الله حبايب قلبي، شوفوا كده دورتها كلها واتحمرت، شوفوا ما شاء الله. انا هرجعها في كام قرصة كده بيضة، هرجعها تاني 5 وهطلعها على طول. شوفوا ما شاء الله. هنشيلهم بقى، انا جايبه كرتونه بحب ان انا اطلع عليها نظيفه يعني حبايبي. بفرد عليها زي دي كده، وبفرد عليها القرصه تبرد، وبعدين ايه معايا طبق كبير، طبق سلستين كده كبير، إيه حطاه جنبي واحطها. شوف من تحت ما شاء الله متحمره، ومن فوق جميله ما شاء الله يا حبايب قلبي. وكمان القشطه اللي انا كنت شايلاها من على وش اللبن دي ما شاء الله والله مخليه طعم القرصه جميل قوي قوي قوي، وطريه كده وريحتها جميله. انت جربي كده، حطي القشطه اللي انت بتشيلها من اللبن وحطها عليها، والله العظيم هتخليها جميله قوي زي ما انا عملت كده. انا صراحه انا كنت باخد القشطه دي عم اعمل صينيه معمر كده بحطها عليها، بس اما حطيتها كده على على القرص بتاعتنا الكماج يعني بتاعتنا، ما شاء الله مخليها طعمها جميل. شوفوا ما شاء الله يا حبايب قلبي، متحمره وجميله من فوق ومن تحت. كده انا خلصت كل الكميه يا حبايب قلبي، واشوفكم على خير، مع الف سلامه.